صباح الخير، صباح الخير على عيونكم، صباح الخير على أحلى متابعين في الدنيا. حبايبي النهارده بقى احنا نطلع كده على السطح كده الصبح بدري كده في عندنا كده شوية طاقة كده نطلع نحط لهم بقى الأكل بتاعهم ونشوف الشغل بتاعنا ماشي ازاي على السطح، ونشوف طيورنا وهنحط لها الأكل ونوزن البط لأن في عندي أوردرات المفروض أطلعها بط، بس المفروض تكون وزنها يعني ما تقلش عن 3 كيلو. هنوزن النهارده إن شاء الله وهنشوف الدنيا. النهارده دورتنا عمر كده يعني 49 يوم تقريبا. الدورة دي عمرها 49 يوم تقريبا. طبعا انتوا عارفين كان فيها بط وكان فيها ساس وكان فيها بلدي، وكنت جايبة معاها رومي، وكان فيها اللي هو الأبيض طلع كله. ده طلع على 35 يوم كله. الساسو اللي قاعد حاجات بسيطة، والبلدي برضو اللي قاعد حاجات بسيطة، والبط نفس الكلام. أنا مستنية بس الأوزان بتاعتهم كده تظبط، وابتدي أطلع لأن لسه أوزانهم يعني كان في زباين عايزة مني من الساسو عايزين اتنينات مش أقل من اتنينات، والبلدي عايزين كيلو ونص، والبط عايزين تلاتات. هستنى عليهم شوية كده لحد ما أشوف الدنيا. بصوا هنا يا جماعة، أنا حطيت لهم بقى شوية خضرة كده بواجي أكل من عندي في البيت. ما شاء الله، الله أكبر، عشان الناس اللي بتتكلم وبتقول الرومي ما بياكلش بواجي أكل، ما بياكلش إلا علف صافي. لا يا جماعة والله الرومي بياكل أي حاجة، بواجي أكل بياكل خلطات اللي هي شيشة وعيش مدشوش وعلف ودج فول بياكل كل حاجة. يعني بص بعد الشهر كده بطلع الشغل بتاعي بياكل خلاص بقى أكل من بره، مفيش علف صافي، لا ما بيكلفش عليا بعد شهر. بأي خلطات وأي بواجي أكل بياكلها. ما شاء الله. بص يعني أنا حاطة هنا الخلطة ها حطيتها، دي شيشة على عيش على دج فول على علف. دي بيفضلوا رايحين جايين عليها كده طول اليوم، وأي بواجي أكل بطلعها برضو بيستلوا فيها. ما بيبقاش مكلف عندي زي ما بره بيبقى مكلف على المزارع او على لو انا هوكل على طول يعني لحد نهاية الدورة هوكل علف صافي هيكلف عليا. انتوا عارفين العلف بيبقى غالي. لو انا قعدت كده وكلت لا هيوزن معايا والله بالخلطات والدنيا دي بيوزن معايا. يعني انا عمري 39 يوم، النهارده هوريكم وزن البط. يعني عمري 49 يوم هوريكم وزن البط شكله دلوقتي لما اوزنه. والساسو ما شاء الله برضو انا كنت مطلع كيلو لحد كيلو 900 الساسو. والنهارده برضو دي كانت الاوزان الخفيفه اللي عندي، سبتها شويه تتقل. لكن البط بصوا انا هوزن بطه قدامكم. البطه قبل دي عشان ما طولتش عليكم في الفيديو يعني كده كده قلت انا اوزن قبلها كام بطايه واوزن لكم دي قدامكم. عملت ديت عملت حوالي 2 كيلو 650 جرام، واللي قبلها كان عامل 2 كيلو 700. عمر 49 يوم، يعني عمر 49 يوم في الدورة. ده البط البيور بس ما شاء الله. يعني لو استنيت 55 يوم هيعدي معايا التلاتة. بيوزن يا جماعة والله، يعني الأكل بتاع البيت والخلطات والحاجات دي بتوزن معايا. يعني ما شاء الله، يعني أنا لو استنيت على البط بيور 60 والكلام ده هيجيب لي 3 كيلو 600 و3 كيلو 700، هيوزن معايا. هي لسه برضو وزنها ما ظبطش، انا هستنى عليها لغايه 55 يوم وابتدي اطلع دورتنا. لكن لسه شويه كده اما تظبط شويه معانا. يعني الموضوع بتاع ان انا اوكل اكل بيتي مش هيكلف عليكم، والدنيا هتمشي معاكم تمام وهتعدي معاكم والله مش هتحسوا بيها. بصوا يا جماعه والله يعني حلو، يعني حلو الرضا حلو. انا بحب كلمه الرضا، وبحب ان انا ابقى راضي على طول. الحتة دي في نفسي أنا عجباني صراحة، حتة الرضا. أنا دايما ببقى راضية بأقل حاجة، بحس إن ربنا بيزيدني وبيراضيني أكتر ما أنا كنت عايزة. وعمر ما طلبت، والله عمر ما طلبت من حد أي حاجة. بسعى كده واشتغل مع نفسي
وبابقى مركّزة كده في حياتي وفي شغلي. بُصّوا إحنا لو اشتغلنا على نَفْسنا كده وجِبنا أعداد صغيّرة، الأعداد الصغيّرة دي مصيرها هتكبر يوم بيوم. أنا باعمل دورات، يعني أنا ابتديت يعني اللي هو الصغيّرة جدًا، يعني كان ممكن 10، 20، 30 ابتديت بيهم. الدورات عندي يعني صراحة ما شاء الله، ممكن أعمل دورة أبيض ممكن تعدّي 500 فرخة، وغير شغل البلدي، غير شغل البَط، بانزّل شغلي أنا، وباعمل دورات تاني اللي هي الأبيض. البني آدم لمّا بيسعى يا جماعة والله العظيم ربنا بيزيده، وبيكرمه وبيُقف معاه، وبيدّي له على قد تعبه، وأهم حاجة إن إحنا نرضى. الرضا ده حاجة جميلة جدًا، إن أنا أرضى كده وأسعى كده في صمت، وأسيب كل حاجة على ربنا. أهم حاجة إن أنا أسيب كل حاجة على ربنا، أتعب وأسعى وأسيب كل حاجة على ربنا. ربنا عوضه حلو جدًا، و وهيراضيكم وهيجبر بخاطركم، هيجبر بخاطركم، يعني اللي هو إيه، إن أنا صبرت وصبرت إن أنا بأقل حاجة أعيش، صبرت إن أنا راضية بأقل حاجة. لأ، ربنا بعد كده هيراضيكم وهيجبر بخاطركم أكتر، أضعاف، أضعاف ما أنتم كنتم حاطين في دماغكم. بس أهم حاجة نسعى كده ونشتغل على نفسنا، وهنشوف بقى إيه عوض ربنا وخير ربنا هيبقى إزاي معانا. صراحة يعني السعي حلو، ما اقعدش وانام واقول لأ أنا ماشي، أنا عندي طلباتي وعندي حاجتي وكده، لأ طب ماشي، في طلبات حياة أكتر، الحياة بقت صعبة. لازم نسعى، لازم نتعب. وأنا بالذات من النوع اللي هو ما باحبش أقعد. والله لو معايا فلوس وقاعدة وما باحبش أقعد، يعني إيه حكاية إن أنا مثلًا معايا فلوس وأقعد كده، أفتح نت أقعد عليه، أروح أقعد هنا شوية والّا مع أصحاب وأقعد أتكلم، أضيّع وقت. طب ليه؟ يعني ما أنا أضيّع وقت في حاجة إيه مفيدة، في شغل. أنا عندي إن أنا ما عندي أنا السطح ده يكون شوية مش نضيف، باتخنق. يعني لمّا يكون عندي شوية أوردرات باطلّعها والكلام ده، ممكن إيه السطح أسيبه شوية كده لحد ما أخلّص اللي في إيدي، وبعد كده أطلع أكمّل و وأنضّف وأعمل والكلام ده. لأ، باتخنق، يعني لازم أقوم كده تلاقيني اتحرّكت كده وقُمت إيه، نضّفت وقُمت اشتغلت على نَفْسي ومش عارفة إيه والكلام ده. بُصّي، يعني التعب حلو، التعب ربنا بيبقى شايفه، تعب البني آدم ربنا يعني شايفه وكاتبه، وبُص بيعوّض وبيدّي أكتر من اللي أنتم تعبتوه بكتير. عوض ربنا جميل جدًا. بس كده أنا هي ديك زي ما أنتم شُفتوا كده، أنا حطيت أكل للحمام، وحطيت أكل للسمان، غيّرت له المَيّة، ولمّيت البيض من عنده. أروح بقى أنا كده إيه، هتلاقوني كده إيه، هاخد المَيّة وهاحط للأرانب، عشان عندي الأرانب هنا ما بتشربش من مَيّة الفراخ، لازم أحط لها مكان لوحدها كده، لإن الأرانب نضيفة في حكاية المَيّة بالذات يعني، لازم مَيّتهم إيه، تكون نضيفة ولوحدها. شايفين أنا حاطاها فين؟ حاطاها كده في مكان لوحدها كده، بعيد عن الفراخ خالص، لإن الفراخ والبط والحاجات دي كلّها بتعدم الدنيا وبتوسخ المَيّة، وهُم ما بيحبوش المَيّة مش نضيفة. أديكم شايفين هنا إيه دورتنا الصغيرة برضه ما شاء الله، نحط لها برضه الأكل بتاعها وحاجتها، ونضبّط الدنيا كده، ونغيّر لها المَيّة ونحط لها العلف. بس هو ده يومنا كده الصبح بدري كده، بنطلع ونشوف دنيتنا كده وبيعدّي اليوم بتاعنا. يا رب كده إيه، أشوفكم كده أحسن مربين في الدنيا. أشوفكم على خير، وما تنسوش الاشتراك لو أنتم أول مرّة تدخلوا، وما تنسوش اللايك، وأقول لكم كده إيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.